إمام عاشور النهارده بيصدر حكم بحبس إمام عاشور نظرا لتعديه على فرد أمن في أحد الأموال الشهيرة في أكتوبر. موضوع بعيد تماما عن الكورة، أنا مش هتكلم فيه، أنا عايز أتكلم في حاجة تانية. الأهلي زمان أثناء جيله الذهبي، جيل أبو تريكة ووائل جمعة وبركات والناس دي، لما كان يجي مثلا يجيب لعيب كبير في الفريق في سن صغير، لعيب موهبة زي أحمد فتحي مثلا، كان بيدخله مع الفريق والفرقة بتشيله، بيبقى أحد النجوم اللي في الفريق. الأهلي جاب معتز إينو، كان أحسن لعيب دايرة في الزمالك، ودخل فرقه الاهلي كان احتياطي، دخلوه واحده 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 لحد ما بقى لعيب، ايه، لحد ما بيعتمد عليه شويه احتياطي، شويه يلعب اساسي، شويه لحد ما بقاش يلعب خالص. فالاهلي لما كان بيدخل لعيب في الفرقه ايا كان اسمه، كان بيبقى ترس جديد في منظومه او في مكنه النادي الاهلي، ترس جديد في مكنه النادي الاهلي. الامر ده اختلف تماما لما جم يضموا امام عاشور. الاهلي مش بس تغاضى عن اشياء كتير في طريق التعاقد مع امام عاشور، ابرزها اسطوانه المبادئ، داس عليها. الاهلي كمان عمل اللي ما عملوش طوال تاريخه، ان يجيب لعيب ويخليه النجم الاول للفريق، وينجمه على حساب لعيبه خدمت النادي اكتر منه وقدمت مردود في الملعب اكتر منه. الاهلي قرر يخلي امام عاشور هو النجم الابرز والواجهه الابرز لفريق كوره، لمجرد ان انا جايبه من الزمالك وان دي صفقه كيديه. وهنا خطا كبير وقع فيه الاهلي، خطا كبير، خطا كبير، خطا فادح كمان وقع فيه الاهلي. انت هويتك مش كده اصلا. انت دايما بتقول ان الاهلي فوق الجميع، وان فريق الاهلي فريق مجموعه مش افراد. انت حولت الفريق لفريق النجم الاوحد، هو اللي لازم يتصدر كل الواجهات بتاعت النادي. ماتش مثلا بنلاعب مش عارف مين في كاس العالم للانديه، حطوا لي امام عاشور على الوجه عشان يكيد الزملكاويه. انت جبت لعيب من المنافس بطريقه ما، او احد ابرز نجوم المنافس بطريقه ما، عشان تدخله في المكنه بتاعت الاهلي اللي طبيعي كده كده بتطلع قماش. انا كده كده باخد بطولات من غيره، انا مش جاي، مش مستني من امام يكون جاي على حصان وينقذني، لا، انا كده كده فريق بطل واخد افريقيا من غيره، ورايح كاس العالم من غيره، وبقدم مستويات عظيمه من غيره. فطبيعي لما ادخله الفريق ادخله كانه عنصر جديد في الفريق، مش ادخله واقدمه واوعده ان هو يكون نجم الفريق الابرز ويكون هو الرقم واحد في الفرقه. ومره واحده بدل ما كان هو لعيب كفحتاجي في الزمالك بيموت في الملعب عشان يثبت نفسه في الزمالك، انت بتحوله النجم، النجم شباك عندك وبسهوله، وللنادي الاكثر جماهيريه في افريقيا. انت بتجيب لعيب ما كانش النجم الاول او احد النجوم البارزين في فريقه، وبتخليه نجمك الاول وصاحب البروباجندا واللي واخد كل الشو، وبتقدمه بكده وبتدي له نجوميه اوفر. النجوميه دي تسببت ان اللعيب يفقد اتزانه، ان اللعيب يعمل تصرفات خارج الملعب بتنم على ان اللعيب حصلت له طفره كبيره هو مش متخيلها في لعيب في سنه. الاهلي صنع من امام عاشور فارس ولكن بلا جواد، لعيب لا يمتلك غير مهارته، لا يمتلك غير مهارته. انت المفروض كان يجب عليك انك انت توظفه في المكان اللي يديك فيه بنسبه 100%. لا، انت حتى تعامل المدير الفني معاه في الاهلي تعامل غير. انت النجم بتاعي، انت بتلعب في اي مركز، لدرجه ان هو يعني حتى توظيفه في الملعب مش مناسب ليه. صناعه النجم في الاهلي كانت بتخضع لمعايير غير اللي خضع لها امام نفسه. يعني امام خضع لمعايير تانية خالص. امام جاي صفقه اوجعت جماهير المنافس للاعيب كان محسوب ان هو جاي من المدرج، لمجرد ده بس تحول امام لنجم الشباك الاول في الاهلي. حتى مع تقديمه مستويات عاديه عاديه جدا في بداياته مع الاهلي، كان هو اللي بياخد نجم الماتش. شفناه في استفتاء دير جيست الاخير. طبعا دير جيست استفتاء، انا مش عارف اصلا ايه دير جيست، ايه علاقتها بالكوره اصلا. انا برضو بتابع، لقيتها مجله فنيه، ايه علاقتها بالكوره؟ طيب ما اعرفش والله. المهم ان هم ادوا له احسن لعيب في مصر، لمجرد برضو ان الاهلي اراد ان امام ياخد نجم، ياخد احسن لعيب في مصر. هو قدم ايه عشان ياخد احسن لعيب في مصر؟ قدم ايه طيب؟ هو بالعافيه نجم. فكل ده تسبب من تحويل امام من لاعب كوره لنجم مجتمع. نجم مجتمع بدا تصرفاته كلها بيخاطب بيها الاعلام وبيخاطب بيها الجمهور. انا مش هنسى لقطه ماتش السوبر الافريقي والفرقتين نازلين الملعب، اللعيبه ماشيه عادي ومركزه، ده بيعمل كده، لعيب بيلفت النظر، هو لعيب خلاص بيتعامل بره، انا نجم، انا خلاص خدوني النجم الاول، انا نجم، انا جاي نجم. كل تصرفاته في الملعب وكل قراراته في الملعب حتى ده هيأثر عليها.
يعني هو مثلا لو هيعمل كوره بالسهل يبصيها اللعيب بشكل عادي جدا هيجيب منها جون، ممكن يأفور فيها عشان يقول لك انا هنا اهو، انا النجم الاول اهو، انا جامد اهو. الاهلي نجح بكل سهوله ان يحول لعيب كوره في بدايه مسيرته الكرويه ومتوقع له ان يبقى احد ابرز نجوم الكره المصريه، حوله للعيب ممثل. لعيب ممثل والله، الى جانب ان اللعيب اصلا هيبقى صعب جدا السيطره عليه في اللي جاي. انت اديت له كل حاجه مره واحده، طب هو بعد كده لو تألق هياخد ايه؟ هو لو تألق عندك ومية مية هياخد ايه؟ هتديله اكتر من كده. ايه الدوافع اللي ممكن تبقى عنده لو تألق بعد كده اكتر من اللي انت اديته له ده؟ معرفش هم الصراحه اتعاملوا كده، انا اتصدمت. مش ده الاهلي اولا، يعني تعامل مجلس اداره الاهلي الحالي بقياده محمود الخطيب في كثير من الامور مش ده الاهلي اللي انا اعرفه اصلا. الاهلي اللي انا اعرفه ما كانش كده. انا كنت ساعات بسأل نفسي زمان بقول ليه هم جامدين للدرجه دي ان مهما كان النجم اللي بيجي لهم يبقى مجرد لعيب في التيم، ده ما بقاش موجود. لما جابوا كهربا من الزمالك نجموه غصب عن التخين مع انه كان بيقدم مستويات مثيريه. نفس الكلام برضو اتكرر مع مين، لكن اتكرر بطريقه اكثر فجاجه بقى مع امام. عافيه، هيتنجم عافيه لان انا وعدته بكده، انا وعدته يبقى النجم بتاعي، وده مش صح. وده الاهلي بيدفع ثمنه من المستويات اللي بيقدمها امام اخر سنه دي. الاهلي بيدفع ثمنه ولسه هيدفع ثمنه كتير في اللي جاي، لان الاهلي خرج عن المسار اللي طول عمره ماشي فيه. الاهلي فوق الجميع، الفريق فوق الفرد. لا، ما بقاش كده. بقى لازم امام فوق الكل، لازم امام يبقى النجم الاول حتى لو على حساب لعيبه كتير قدمت للنادي كتير، مش مهم. آلتهم الاعلاميه كلها موجهه لدعم امام عاشور، وده حوله من لعيب الجميع كان بيتنبأ ليه بمستقبل واعد مع حاله الاستقرار اللي في الاهلي. لكن حاله الاستقرار في الاهلي نادي مستقر وجماهيريا قوي واعلاميا قوي، لكن انت من كتر اللي انت اديته له مره واحده هو نفسه حصل له ايرور. تحول من لعيب كره واعد مطلوب منه انه يثبت نفسه وانه يبرهن ان هو اهم لعيب في مصر، الى بقى ممثل كل تصرفاته لمخاطبه الجماهير ومخاطبه الاعلام ومخاطبه الميديا ومخاطبه مش عارف ايه. انت فشلت حتى في انك تسيطر عليه في اللي جاي، مش هتعرف تسيطر عليه بعد كل اللي اديته له ده. فالاهلي اخطا في كل شيء في صفقه امام، والايام عماله تثبت كده. الايام بتثبت كده. مش بتكلم عن موضوع الحبس، والله كده كان الموضوع هيتسوى، ده لعيب كوره كبير، وان انا متاكد 100% ان حارس الامن ده مش هيتطرق للموضوع ده. ده جايز يحصل مع اي حد، فرض الامن هيتصالح والموضوع هينتهي. الموضوع سهل ومش عايزين. انا الصراحه مش انا حقيقي كنت زعلان جدا من ردود فعل جمهور الاهلي على موضوع حبس ثلاثي الزمالك في الامارات، لكن انا برضو مش هنجرر السكه دي. احنا بنلعب كوره وبنتكلم كوره، مش هنقضيها محاكم ونيابات وسجون. كل ده بيحصل، حصل عادي خلاص، حصل. هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه؟ فتوح نفسه مر بايه؟ طب مثلا ناس كتير بتتكلم ان فتوح اتغير تماما، ان فتوح مثلا بقى من البيت للتمرين وبقى مستقر جدا وملتزم. ممكن تكون ازمه زي دي حولت لفتوح اللي رجعته بني ادم طبيعي تاني يفكر في شغله ويفكر في اكل عيشه، اللي خسر كتير في مشكلته الاخيره. فتوح دافع دقيقه 13 مليون جنيه تقريبا، رقم كبير. لعيب تقريبا دفع كل اللي معاه واتداين كمان. فهو دلوقتي فتوح ما قداموش غير سكه ان هو يلتزم ويأدي في الملعب عشان يكمل ومسيرته الطول، عشان يقدر يجمع قرشين تاني ويقدر يأمن مستقبله تاني، لانه معهوش خلاص. ففتوح فعلا ما قداموش غير السكه اللي هو ماشي فيها دلوقتي، وارجو من الله ان هو يثبته فعلا، لان هو لعيب كويس ما اختلفناش، ولو ركز في الملعب بس يبقى لعيب كويس. وامام عاشور لعيب كبير، لعيب جامد، لعيب يملى العين، لكن لو ركز في الملعب هو للاسف مش هيعرف يركز في الملعب، لان حضرتك كل اللي انت اديته له كاهلي يخليه ما يركزش في الملعب. هركز في الملعب ليه؟ ايه اللي ممكن الاهلي يديهولي بعد كده؟ هو اداني كل حاجه اوريدي. انا مقتنع تماما وهفضل اقولها، امام مش لعيب 10. امام لعيب، مش لعيب. امام لو تصنفته كجناح، فاجنحه كتير في الدوري المصري اعلى منه، يعني زيكو والبنوبي ومصطفى شلبي والناس دي كلها اعلى منه كجناح، اعلى منه في مركز الجناح. لكن امام تميز وتالق في مركز 8، المركز اللي منه قدر امام يقدم نفسه للناس كلها. النجم الابرز في الزمالك اخر سنه، لعيب بيحترف بمبلغ 3 مليون دولار، بيجي من تحت وشايل الملعب كله، عنده امكانيات بيشوط ودريبلر وكل حاجه فيه. فانت لما هفضل اقولها تاني برضو، انت لما تيجي توظف مركز زي 10 وترنات ومش عارف يلعب وظهره للملعب، ما يقدرش يعمل الكلام ده.
ما يقدرش، مش بتاعته. امام لعيب فوعلجي، تاني قلتها قبل كده، امام لعيب فوعلجي. امام من اللعيبه اللي بتطلب منه مهام محدده يعملها لك. امام مطلوب منك انك انت اللعيب الثمانيه بتاعي اللي تزيد مع الكوره وتقابل اي كوره على باب المنطقه وتشوط، وتحاول تشوط كتير وتسند مع الجناح. مثلا لو لقيت مش عارف ايه، في حاله ان الدنيا زحمه في النص، انت بتحاول تعمل سويتش مع الجناح ومش عارف ايه، وترجع تاني مكانك عشان تستفاد من الامكانيات اللي عندك، وانك انت تيجي من تحت ورؤيتك احسن، تعمل لي الكي باس، تعمل لي لونج باس، تعمل لي مش عارف ايه كده. اطلب منه ان هو يكون مثلا لعيب ذو ادوار محدده، ادوار انا بطلبها منك تعملها لي. تقول له انت نجم الفريق واعمل وسوي والعب براحتك واعمل مش عارف ايه، ولا بصنع العاب، مش هيعمل حاجه من دي. واللي يعجبك مش هتحسسه ان هو نجم، مش هيعمل حاجه من دي. هيلعب للشو. حطه في حجمه الطبيعي، حطه في حجمه الطبيعي. الاهلي ما حطوش في حجمه الطبيعي لحد دلوقتي. هتقارن مثلا ادوار مثلا امام او اهميته للفريق في مركز 10 ولا واحد زي قفشه؟ قفشه طبعا اهم، قفشه اهم بكتير. امام تاني مكانه الوحيد اللي يخليه فيه لعيب كبير ويقدم لك ما يبرهن ان هو لعيب كبير، مركز 8. غير كده لا.